يا صباح الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد سهل وسريع وموجود في كل بيت وعلى قد الايد. يلا، قبل ما نبدا كده الفيديو نصلي على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد من القناه. النهارده هنعمل كده ارانب وملوخيه، وهنعمل صينيه بطاطس صغيره. وزي ما انتم شايفين انا نضفت الارانب، خليتها زي الفل ونقعتها بملح ودقيق و... ونطفه خل، نطفه صغيره خالص يا جماعه، وليمون. تمام. وهنا دي ميه بتغلي على النار، عصرت فيها ليمون عشان الزفاره بتاعت الارانب، وحطيت فيها القشر. هتغلي غلوه وهكب ميتها واشوحها معاكم. الليمونه ديت بتضيع الزفره يا جماعه، وبتخليها في حته تانية عشان يبقى الشوربه كده رايقه وحلوه. شوفوا الميه عامله ازاي. طبعا هغسل كل دوت، هشيله وهصفيه واغسل حته حته، ونغسل الحله تاني، وبعدين نشوحها. نحط كده شويه زيت صغيرين، ونشوحها بفص مستكه وحبهان وورق لورا. التشويحة دي والحبهان وورق اللورا بيدي طعم حلو جدا للشوربة. الحبهان بتقومي حاطة المستكة والحبهان يتشوح كده وريحة الحبهان تطلع، يعني المستكة بتسيح، وتقومي حاطة بقى الأرانب عليها، تديها تشويحة مع الحبهان وورقة اللورا، بتخلي الشوربة ريحتها حلوة جدا وطعمها جميل. وهتقومي نازله عليهم بالميه السخنه. اي حاجه، اي فراخ، لحمه، ارانب، بط، لازم تنزلي بالميه السخنه. الشوربه بتقوم تغلي على طول وتبيض معاكي كده وتبقى زي الفل. بجد يا جماعه حلوه قوي الطريقه دي، وجربوها وقولي لي رايكم. ما تنسوش بقى اللايك الحلو منكم علشان يوصل لكم كده فيديوهاتي. هنا خلاص حطيتها بقى على العين التانية، وهنا عملت صينية بطاطس طبعا كلكم شطوات، وعملتها معاكم كذا مرة. قطعت البطاطس وحطيت عليه بصلاية وحتة توم مفرومة وقرن فلفل اخضر، وكان عندي الطماطم جاهزة معصورة، طلعتها حطيت عليها شوية مية سخنين لانها كانت طماطم تقيلة يعني متسبكة. وخلاص، وهسيبها بقى على النار تستوي براحتها. هنا بوريكم، شوفوا الشوربه بعد ما غلت، ما كانتش لسه استوت، كانت لسه اول غلوه. شوفوا الشوربه بيضه زي الفل. بجد كانت تحفه يا جماعه. هنا خلاص الارانب اهيت بوريها لكم كانت استوت، وبنعمل بقى رز مع بعض. شوفوا الشوربه يا جماعه بعد ما الارانب استوت، تحفه تحفه وبيضه زي الفل. وهنا بنعمل الشوربه بتاعت الملوخيه. حطينا الشوربه من شوربه الارانب، ودي صينيه البطاطس. حطينا شوربه من شوربه الارانب، حته توم مفروم، حبه كزبره، معلقه كزبره ناشفه كده، معلقه ملح صغيره من بتاعه الشاي، نص معلقه شطه. والشطه بقى حسب الرغبه، انت عايزاها مشطشطه عايزاها براحتك. والميه الشوربه تغلي، وتقومي نازله عليها بحته الملوخيه الخضراء الحلوه بتاعتك دي، اللي انت مخرطاها بالمخرطه. الملوخيه الوقت البلدي موجوده عندنا في السوق، والموسم بتاعها احلى ملوخيه تاكليها. هنا خلاص بوريكم الشوربه كانت غلت، وهنزل بحته الملوخيه انا مخلطاها وحطاها في الفريزر طبعا علشان خاطر الشغل بتاعي. هنا هتسيبها بقى تفك كده وهقوم مهديه النار عليها خالص لحد ما تفك. وهنزل كده اسقط الرز في الميه اللي متدوبه بالملح. الميه خلاص غلت والملح داب، اقوم نازله بقى بالرز بتاعي واديله التقليبه، واسيبه بقى لما يتشرب، واحطه على الشياطه يستوى. صلوا على النبي يا جماعه، ما تنسوش كده تصلوا على النبي في الكومنتات، وتدعموني باللايك والاشتراك بتاعكم، علشان كده القناه تكبر بيكم وبدعمكم ليا. هنا هرب بيضايه او بيضتين واحمر بهم بقى الارانب. في ناس بتحمر الارانب ببيض وبقسماط، احنا بنعمله ببيض بس، ما بنحبش البيض والبقسماط ده. لا، بيض بس كده، وتقومي مغلفاه كلها كده بحته الارانب دي، بتبقى طعمها جميل. وتنزلي في المقلايه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. اعمل كل الكميه الارانب اللي هتتحمر، واحطها بقى في الزيت كده تتحمر من كل الاجناب وبس.
وفي الاخر كده بحبة البيض اللي بيفضوا بحمرهم للاولاد، بيحبوهم قوي، بيبقى طعمهم حلو كده وفيهم الفلفل الاسود، جمال جمال جمال. قولوا لي كده رايكم كده، وقولوا لي انتوا بتطبخوا الارانب زيي ولا بتعملوا بطريقه تانية. هنا بقى كنت بعمل التومه بالكزبره بتاعه الملوخيه. الله على الملوخيه بجد تحفه، كانت تحفه. شوفوا بقى الملوخيه وهي نازله على الطشه، بقوم منزلاها على الطشه كده علشان الكزبره تبقى ايه الطشه كلها في الملوخيه. حلوه حلوه حلوه، ملوخيه خضراء جباره. اللهم بارك على الاكل، شكله تحفه يا جماعه. شفتوا الارانب، حته الكبده بنحمرها برضو بالبيض وبتبقى طعمه. هنا بجيب خلطة البطاطس بقى وادوقها معاكم. البطاطس كانت استوت بس ما دخلتهاش بقى الشواية، انا بحبها كده من غير ما تتحمر. واصلا هنا الاولاد وجوزي كانوا عايزين بس ارانب على الملوخية. انا بقى عملت سلطة البطاطس ديت، قلت كده ايه، هم حرين ياكلوا ياكلوا، ما ياكلوش هم حرين. اكلوا منها والله، بعد ما كانوا عايزين بس ملوخية لما شافوها اكلوا، بس ما قدروش من حلاوتها وجمالها. والارانب اهيت متحمرة وزي الفل، طعمة طعمة، والشوربة بيضة